خطرا كبيرا ليس على اسبانيا فقط بل على العالم، على العالم. ليونيل وامامه إبرا، ولكن مقطوعة مرتدة شافي. الله الله يا إبرا. ليونيل الأعجوبة الثامنة يتقدم، بيمر عرضها. الله، الأعجوبة الثامنة في العالم من كرة القدم. البرشا فوق خط المتعة، فوق خط الجمال، فوق خط التحرير. إبرا من شافي إلى إبرا إلى ليونيل. شوف التقدم، شوف النهاية. الله يا ميسي، الله يا ليونيل. شوف الكرة الماضية، شوف صناعة إبرا، شوف النقلات، شوف السحر. هذا هو البرشا، هنا المرور، هنا الانسيابية. ليونيل ميسي الأعجوبة الثامنة في العالم، نجم هذا الزمان، نجم هذا الزمان. الرقم 10 يتحرك. كنت اتكلم عن ليونيل ميسي، اللاعب اللي يستطيع ايصال المهاجم مباشرة الى المرمى، اللاعب الذي يعرف الطريق تماما، اللاعب الذي يعرف متى تخرج الكرة وكيف تخرج. شفتوا النافيجيشن، شفتوا النافيجيشن اللي في السيارات. هنا الكرة، هنا المحاولة، هنا التمرير، هنا إبرا، ولكن حارس المرمى. هذا النافيجيشن، هذا النافيجيشن يوصلك بس يكتب إبرا توصل الكرة لإبرا، يكتب هنري توصل الكرة. هذا النافيجيشن، النافيجيشن الأحدث في العالم. أبديت على طول، أبديت على طول. ليونيل ميسي، ميسي يتقدم على الكرة. الله، برشلونة لا يقاوم، برشلونة لا يتوقف، برشلونة بالرباعية، برشلونة بالطريق إلى الثلاثية. برشلونة يعيش الزمان، برشلونة يقدم أجمل الألحان. صدقوني في الفترة القادمة ربما تشاهدون مباريات البرشا تستخدم في المستشفيات، في العلاج النفسي من الشد العصبي. كل واحد يتحدى الثاني، كل واحد يتحدى الثاني، والمستفيد من؟ المشاهد العاشق للإبداع. سحقا لكرة قدم لا تنجب مثل هؤلاء، سحقا لكرة قدم لا تنجب مثل هؤلاء، سحقا لكرة قدم لا تنجب مثل هؤلاء، سحقا لكرة قدم لا تنجب مثل هؤلاء.